مساء الخير. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهواء. برحب بكل الناس اللي متابعينا والناس اللي بينضموا لينا النهاردة في حلقة جديدة. أنا شيرين معاكم ويلا نبدأ الحلقة. سؤالنا الحلقة دي عن إيه الوظيفة اللي تحب تخترعها؟ ببساطة ده سؤال بيسأله كل واحد لنفسه عايز يعمل بيزنس مثلا. إيه الحاجة اللي المجتمع محتاج لها؟ والمفروض السؤال ده يسأله أي حد لنفسه لو كان عايز يدي كورس أو عايز يدخل منهج جديد. إيه الحاجة اللي الناس تحب تتعلمها؟ لما سألناه للمستمعين كانت الإجابات حقيقي كرييتيف جدا، وبتعبر فعلا على إن الإنسان مازال محتاج حاجات كتير قوي في حياته، ويمكن إن التكنولوجيا والتقدم ما قدرتش تحل المشكلة دي. أول صديق سألته إيه الوظيفة اللي تحب تخترعها؟ قال لي أحب أخترع وظيفة المحكم، الأربيتريتور. يعني المحكم ده المفروض إنها وظيفة بشكل عام عرفية، يعني ما يكونش قاضي يعني، ولكن يقدر يستمع لطرفين وعنده علم كفاية إن هو يقدر يوصل لحل في النزاع. القرآن بيحكي لنا حكاية لطيفة قوي عشان يبين لنا قد إيه الشخص اللي ربنا حطه في وضع انه يبقى محكم او اختار او ورث انه هو يكون عنده القدرة انه يحكم بين الناس في موقف صعب حقيقي. القصة في ناس كتير عارفينها ولكن احكيها لكم. طبعا سيدنا داود كان نبي وملك في نفس الوقت على بني اسرائيل في الوقت القليل، يعني اللي كان فيه انتيتي او بلد اسمها موجودة يعني لبني اسرائيل، بغض النظر طبعا عن بنو إسرائيل دلوقتي. سيدنا داود كان حكيم جدا، وكان في يوم من الأيام وقت بالليل يعني وتصور عليه خصمان السور. يعني إيه؟ يعني عدوا السور بتاع بيته، لأن يمكن كان الوقت متأخر وهو خلاص قفل الباب ما بيستقبلش حد. فدخلوا، فبدأ واحد فيهم بالكلام وقال أنا عندي نعجة وأخويا عنده 99 نعجة، وأخويا بيقول ليه ما تدينيش النعجة بتاعتي، يعني اديها لي ابقى صاحب ال100 نعجة وابقى وصلت يعني لمركز عظيم يعني. فسيدنا داود قال له بسرعة لقد ظلمك، بان هو يعني طلب انه يضم نعجتك لنعاجه ده، يعني مش فير خالص يعني. ثم بعد ذلك بيحكي لنا ان سيدنا داود استدرك ووقف واستغفر. طبعا حسب الرواية الإسلامية سبب الاستغفار إن سيدنا داود لم يستمع للخصم. يعني هو سمع من الشخص اللي بيقول عندي نعجة واحدة وما سمعش من رد الخصم، أسرع بالحكم، ولأنه كان حكيم جدا فهو مباشرة استغفر. الرواية التوراتية طبعا مختلفة لأن هم بيحبوا يعني يوصموا غالبا أنبيائهم بكل الوصمات عشان ما يبقاش في حد أحسن من حد. فلما سمعت صديقي بيقول كده دي أول حاجة جات في دماغي، إنه قد إيه دي وظيفة صعبة جدا. حتى الأنبياء يعجزوا إنهم يقدروا يأربتريت في أو يتحكموا ويتحكم إليهم الناس لأنهم بشر في الآخر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العدل، لأنه دي صفة إلهية ومهمة صعبة قوي على أي إنسان. في وظيفة أولًا هي موجودة ولكن مش مرضية للناس، اللي هي الوظيفة إنه كل الناس عايزة تعرف لأولادها إزاي يعرفوا يشتغلوا إيه، يخشوا كليات إيه، يوصلوا لحياة مهنية ناجحة إزاي. طبعًا الجامعات بتقدم حاجات زي اللي بيسموها الaptitude test، عبارة عن مجموعة يعني اختبارات علشان توجه الطالب من أيام المدرسة لإيه هو اللي ممكن يعني ينجح فيه. والمدارس فيها غالبًا أو في معظمها يعني فيها أخصائي أو حد بيبقى متخصص، أو لو ما فيهاش حد دائم بيبقى في حد يقدر يقعد مع الولاد بشكل متقطع وينصحهم في موضوع الcareer. الوظيفة دي لو هي فعلًا اتدخّل فيها الذكاء الاصطناعي وفعلًا قدر ينجح في إنه يحدد حقيقي الcareer اللي الإنسان المفروض ياخده في حياته، ده هيبقى عمل خدمة للبشر كبيرة جدًا.
وعشان أفهّمكم ليه رأيي كده، لإنه الaptitude test دي أو اللي هي الاختبارات دي، اختبارات بتبقى للحاجات الحسية والمهارات اللي لها علاقة بالقدرات الحسية. يعني قدراته على إنه يحلل المواقف ويتخذ قرارات، وإن هو يقدر يحط صلات ما بين الأشياء. أنا مش عايزة أخش في التفاصيل عن التستات دي، بس هي دي. لكن ما بيقدرش يراجع الحالة النفسية للشخص، ولا طريقة البرينج اب بتاعه تربيته، ولا الخواص النفسية بتاعته. حتى لما بيتدخل فيها حاجات تانية حتى غير الابتيتيود، بتكون أنا في نظري سطحية وشفتها كتير قوي، لأنه بيقيم الإنسان في الأول طبقا للسي في بتاعه وشهاداته الأكاديمية، لكن مش طبقا للبوتنشال بتاعه. يعني ما بيحطش جزء المستقبل كعنصر، وما بيحطش دوافع الإنسان للشغل كعنصر أساسي. بيحط الدوافع الظاهرية، ولكن في دوافع تانية كتير قوي خفية، زي إن الإنسان يكون تنافسي، أو الإنسان يكون عنده قدرة على التغيير بكفاءة، أو الإنسان يقدر يبقى زي الجوكر يحل محل أي حد. كل الحاجات دي صفات في وسط اختبارات العمل غالبا ما بتكشفهاش، وبالتالي بيبقى عندنا بيتصدر في أماكن عمل كتير الناس الأقل كفاءة لكن أكثر إظهارا لشغلهم بتوع البروباجندا. يعني الناس اللي عندهم وسايط قوية، يعني بحيث إنها تخليهم يقدروا يطلعوا بسرعة في السلم الوظيفي. وبيهمل ناس كتير ذوي كفاءات لمجرد ان انت ما اكتشفتهمش او مش عايز تكتشفهم، او ان مهاراتهم مش مطابقة بالظبط للمهارات التقليدية المطلوبة في الشغلانة. يمكن لو في وظيفة انه في شخص او ماشين او الجوريثم يقدر يشوف كده كل حاجة عنك، زي ما السوشيال ميديا بتعمل لنا بروفايلنج كده، وياخد المعلومات دي ويقول لك انت ممكن تعمل ايه في اي وقت من حياتك. انت لسه متخرج، انت فوق ال60، انت في وسط حياتك، جايز يمكن تكون في حاجة زي كده. في حد بقى قال لي وظيفة ظريفة جدا واضطريت ابص عليها، انه بيقول ان هو عايز حد في البرد الفظيع ده يدخل السرير يدفيه قبل ما هو يدخل. طبعا في حالة المتجوزين بيبقى في شخص بيضحوا بيه هو اللي بيعمل الكلام ده، وملاش علاقة ده كان الراجل او الست. في ساعات كتير ناس اجسامهم دافية، فلو دخلوا السرير الاول يدفوا السرير. بس انا فوجئت انه في اوتيلات من اللي هي الفانسي قوي، اللي هي الغالية، بتعرض الخدمة دي، انه حد يخش في السرير الاول يدفي لك السرير. طبعا ده ممكن يكون حاجة يعني خيالية، بس الحقيقة أنا عملت سيرش بسرعة على الإنترنت ولقيت إن ده يعني موجود. يعني في وظيفة أنا شايفاها بقى، طبعا غالبا اللي طلبوها الستات، وظيفة المستمع المحترف، الشخص اللي يقدر ينصت لوقت طويل بتركيز من غير ما يقطعك، من غير ملل، ومن غير كمان ما يظهر عليه الملل. يعني هو ممكن يكون زهقان وطهقان وسمع الكلام ده 20 مرة، بس ما يبينش إنه سمع الكلام ده. يعني إحنا عايزين تقريبًا وظيفة شبه وظيفة إيه، جاسوس. إحنا عايزين حد جاسوس. هو غالبًا الشخص ده اللي وظيفته إنه يسمعك ويجرجرك في الكلام ويلم معلومات وما يبانش عليه الاهتمام بأي حاجة بتقولها، ده typical جاسوس. بس اللي يقرا الكتاب بتاع الرجال من فينوس، الرجال من مارس يا ربي والستات من فينوس، هو كتاب كان وقت طويل أوي best seller يعني من فترة طويلة أوي، وما أعتقدش إن هو يستحق كل الشهرة اللي وصل لها، لأنه أنا ضد تصنيف بشكل عام إنه الستات عندهم سمات معينة ثابتة والرجال عندهم سمات معينة ثابتة. ممكن نقول أغلب الستات وأغلب الرجالة، لكن دلوقتي مع الشغل ومع تعرض الجنسين لنفس تقريبا الاسترس أو أكتر كمان في ناحية الستات، أعتقد إن في صفات كتير ما بقتش من اللي قال عليها الكتاب ما بقتش ظاهرة أوي. فالمستمع المحترف ده هو شخص زي ما بيقول الكتاب بيقدر مثلا يستمع للست مش علشان يديها حل. معظم الستات ما بتبقاش عايزة طبعا للكتاب طبعا، وأظن إن في كتير قوي من الستات ممكن يوافقوا على الموضوع ده، إنه هو بيستمع ليكي بس عشان تفضفضي. المشكلة إنه الشخص ده لو كان راجل والست بتفضفض ليه، أنا لازم أسأل هو إيه غرضه، يعني العاطفة الإنسانية فعلًا متغلبة عليه والّا له غرض تاني؟ لإنه ده مش من طبعه، فقاعد يسمع ست بتشتكي وقت طويل، سامحوني لازم نسأل إيه السبب يعني. وجوزها أو الشخص اللي هي مرتبطة بيه غالبًا مش هيبقى عنده الاستعداد ده، لإن هو عايز يا إما يقول لِك حل،
يا إما يشيل الألم اللي أنتِ فيه all together من غير ما من غير ما يقعد يسمع القصة للآخر. فاللي أنتِ بتدوّري عليه عزيزتي ده مش موجود، اللي هو الشخص اللي هيسمعِك عشان تفشّي غِلِّك كل يوم من نفس المشكلة، ومش هيقول لِك حل، لإن الحل اللي هيقوله غالبًا غير قابل للتطبيق. يعني لو أنتِ قعدتِ تشتكي الراجل فترة طويلة من إنه صاحبتِك دي abusive وnarcissist وكل شوية تحكي عن نفسها ومش مدياكِ فرصة وبتاع، وأنتِ عمّالة تهري بقى وتقولي الكلام ده، فهو عنده إجابة واحدة في دماغه، ما تسيبيها يعني ما تعرفيهاش، من بُكرة ما تعرفيها، يعني كلميها قولي لها مش عايزة أشوفِك تاني. ده غالبًا كل الرجالة بتقول. كل الستات بتقول إيه، بس صاحبتي دي برضه معايا من زمن طويل وتعرف عني بلاوي، ولو قطعتها ممكن تقلب عليا، وبعدين باحتاجها وقت الشدة، وبعدين معاها عربية بتوصّلني. هو ده اللي في عقل الستات. too complicated too much complicated على إن أنت تيجي تحل لها المشكلة بكلمة واحدة. في الوقت اللي فيه الراجل لو عنده مشكلة حقيقية مش هيبقى محتاج في معظم الأحوال مستمع جيد أوي كده، إلا لو هو عايز المستمع ده فعلًا يقول له الحل. والمشكلة بتبقى غالبًا مثلًا حاجة زي فقدت وظيفة، فهو عايز يقول لي حل الوظيفة. طلّقت مراتي خلاص، فأنا عايز أنقذ ما يمكن إنقاذه من الفلوس اللي أنا صرفتها في الجوازة، مع كل الاحترام طبعًا لاختلافات بين الرجالة وبين الستات. فإذًا المستمع المحترف ده يا سيدتي لازم تسألي نفسِك 100 مرّة هو ليه محترف يعني، ولمّا يتحول لهاوي يبقى اعرفي إن هو خلاص مش لاقي لازمة للاستماع المُفرط يعني. في وظيفة عجبتني أوي، وبتشتكي الستات من إن ولادهم كُسالى جدًا، فهُم حاولوا يعملوا معاهم كل حاجة عشان ما يبقوش كُسالى، ووصلوا لتقريبًا نفس اللي أنا وصلت له بعد فترة من النزاعات المتتالية. طبّق هدومك، وضّب أوضتك، اغسل وشّك، الحاجات اللطيفة دي. إنه هُم مش هُم بالذات يعني، مش الgeneration ده بالذات، بس أنا قصدي ما فيش حافز أوي إنهم يعملوا حاجات كتير. كان الله يرحمه المفكر العظيم عبد الوهاب المسيري، كان بيحكي إنه مرّة كان سافر دولة عربيةً ما وكان بيدرس في الجامعة، فكان بيلاقي إن هو طبعًا هو بيدرس فلسفة وعلوم اجتماع وحاجات زي دي، فبيلاقي إن الولاد يا بييجوا متأخر، يا مش مهتمين خالص حتى لو حضروا المحاضرة، ولا بيسألوا ولا بييجوا يعني يهتموا وييجوا يقفوا حواليه مثلًا زي يمكن ما بيحصل لمّا كان بيدرس في أمريكا أو في مصر. فبيقول أنا بدأت مرّة المحاضرة جيت على السبورة كتبت لماذا تستيقظون في الصباح؟ علشان الدافع قليل أوي إنهم يغيّروا حالة الكسل اللي هم فيها. ما فيش دافع مهني ولا مادي ولا في حاجة في حياتهم major هتتغيّر. نفس الحاجة في الlevel الصغير اللي هو أنا لو باطلب منه إنه يوضّب حاجته وبتاع، لو ما فيش حافز مهم وما فيش دافع إنساني أو دافع من الصفات اللي هو وارثها أو اتعلمها في البيت زي إنه النضافة قيمة، النظام قيمة، لو في شغّالة على طول بتيجي تنضّف وراه أو في أم بتشيل وراه، ما فيش دافع. في العقوبة، ممكن العقوبة الدافع. المهم كان عايز بعد ما يأسوا من الترهيب والترغيب والعصا والجزرة، قال لِك إحنا عايزين مرشد للكسالى، يعني عايزين حد ييجي يعلّم الكسالى بطبعهم إزاي يستخدموا الوقت القليل أوي اللي هم سامحين فيه بالنشاط في إنهم يعملوا حاجات كتير. طبعًا ما شاء الله الذكاء الاصطناعي دخل في الناحية دي وأبدع. يعني الطلبة اللي مش عايزين يبحثوا عشان يعملوا يقدّموا ورقة أو report أو حاجة مطلوبة منهم، هو ما شاء الله بيبحث لهم ويكتبها لهم ويقيّفها لهم. حتى تذكُّر أنا مش باقول إن غلط نستخدم التكنولوجيا عشان نتذكّر المناسبات، ولكن إن العقل يبذل المجهود ده في إنه يفتكر المناسبات الأساسية أو صفة أساسية للإنسان ككائن اجتماعي. فحتى دي بقى الآلات بتعملها، بتفكّرك وممكن تروح تشتري لك الهدية، وممكن تقول لأليكسا اختاري لي هدية. فهُم عايزين حد يعلّم ولادهم إنهم please في الوقت القليل أوي اللي أنتم هتقوموا فيه دوّة وهتتحرّكوا بعيد عن التليفونات، إزاي تنظّموا وقتكم عشان تنجزوا فيها 20 حاجة مثلًا في نفس الوقت. اللي لَفَت نظري إنه كان في podcast كنت باسمعه، والست is a best seller في الpodcast يعني، كانت عاملة البودكاست كله عن حلقاته عن كده، إزاي إنها تعمل حاجات كتيرة أوي في وقت قليل أوي، لإن هي كسولة جدًا. فلو هتعمل مثلًا حاجة في يوم، تاني يوم
بتكتب لستة الحاجات اللي عايزة تعملها، وبعدين ترجع تقسمها لبرايورتي، يعني حاجات فائقة الأهمية، حاجات أقل أهمية، وتفلتر الحاجات دي وتطلع لها مثلا ب10 نقط، تكتبهم وتعملهم تاني يوم في ساعة. طب يا ستي الحاجات اللي على جنب الإمرجنسي كده ملهاش مكان بقى خلاص، هي الحاجات دي هي اللي هتتعمل، لأن هي قدرتها على إنها تبقى نشيطة محدودة جدا. طبعا ما نخلطش ما بين الكسل وما بين الاكتئاب. يعني الله يعافينا، المكتئب ما بيبقاش عنده هدف ولا غاية من إن هو يقوم الصبح، وده ما ينفعش معاه مجرد تحفيز ولا AI ولا جداول. ده غالبا محتاج علاج. الوظيفة اللي أنا شخصيا أحب أشوفها جدا هي وظيفة شخص أو آلة تقدر تلملي الهدوم وتطبقها وتطلع الهدوم اللي مش نظيفة، تفرزها وتحطها في الغسالة. الوظيفة دي أنا شفت 20 أكتر من 100 يوتيوب وفيديو وتيك توكس بيجيبوا الروبوتس الجديدة ويحكوا لنا يعني ازاي الروبوتس دي هتحل مشاكلنا. إلا ما في روبوت واحد شفته بيعمل الحكاية دي بكفاءة. وروبوتات ايه اللي دي اللي هم عاملينها تقول لي هلو ماي نيم از مش عارف فينس، انا عايشه في امريكا وبروح الشغل في مش عارف سيليكون فالي. طب تشرفنا، احنا كنا محتاجين في حياتنا قوي حد عايش في امريكا. كفايه ان احنا بنصطبح كل يوم الصبح نشوف اللي عايشين في امريكا قرروا يعملوا في ايه في اللي عايشين في غزه. انا عايزه اعرف امتى العلم هيخترع لنا روبوت يعمل الاعمال المنزليه اللي هي كل الهاوس هولد كل البيت شايف انها تافهه وبسيطه، ما عدا اكشولي الست اللي بتعملها. يعني لو يجوا يشوفوا كده بيت مثلا فيه 5 اشخاص وهم سيلكتيفلي بيرموا كل حاجه يعني من هدومهم في اي مكان، وبيستغربوا قوي انهم مش لاقيين شراباتهم ومش عارفين يطلعوا هدومهم من وسط الغسيل، والابيض بقى احمر والاحمر بقى ابيض. اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. يعني سبحان الله، كان الرسول عليه الصلاه والسلام رحيم جدا. فما جالناش في الاثر يعني انه كان بيسال السيده عائشه شبشبي فين، ولا حاطه هدومي فين، ولا ثيابي فين. وكان يقوم على عمل اهل بيته زيهم بالظبط، ورغم انه كان عنده خادم مثلا فكان بينظف المكان اللي هو قاعد فيه. مش عايزه ابقى فيمينست زياده عن اللزوم، بس هو روبوت كده ظريف يعمل لنا اعمال البيت ويحاول كده ينقذنا من متاهه الشرابات واكروبات الهدوم الملونه والهدوم البيضاء، ويحن علينا في يوم من الايام بكوبايه شاي اخر الليل كده بعد ما يكون كل الناس ناموا ويقول لنا ثانك يو مدام it was lovely serving you. معادنا معاكم الحلقه الجايه. سؤالنا الحلقه الجايه هو ايه الحاجه اللي نفسك تجربها بس لسه متردد؟ ممكن تجاوبوني في الكومنتس او تجاوبوني في صفحتي على الفيسبوك. وزي ما انتوا عارفين البودكاست موجود على سبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست وكمان على يوتيوب. منتظرين إجاباتكم عشان نعمل حلقة حلوة المرة الجاية. أنا شيرين معاكم وده سؤال على الهوا.